إما بإمضاء وإما ببيان من الأئمة، لأنهم لا يجتهدون. أصحاب الأئمة لا يجتهدون، وإذا وجد هذا الارتكاز فمبدأه من أين؟ فمبدأه من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما إذا ثبت العكس، وهو أن أصحاب الأئمة لم يكونوا نقلة لأحاديث الأئمة، أصحاب الأئمة وخصوصا أعزائي التفتوا لي، هسه ما أريد أدخل في بحث في تاريخ أمير المؤمنين، خصوصا من عصر الإمام الباقر وما بعد ذلك، يعني من القرن الثاني إلى القرن الرابع أعزائي، أن أصحاب الأئمة كانوا من المجتهدين، وكانوا يجتهدون، وكان يخالف بعضهم بعضا، مثل الحالة اللي عندنا الآن، ولكنه بدرجة البعض يقول بدرجة أقل، لا والله مو بدرجة أقل، وحقكم بدرجة هواي أشد، لأنه بعد ذلك إذا الإخوة إن شاء الله صبروا على هذا البحث ستجدون أن التكفير الذي كان في عصر الأئمة من علماء الشيعة بعضهم بعضا، يكفر بعضهم ماذا؟ بعضا، واقعا لا نظير له في زمانه. الآن يوجد من علماء، التفتوا لي، هل يوجد في علماء الشيعة في التوحيد من يقول بالتجسيم وبعضهم يقول بعدم التجسيم؟ يوجد في علماء الشيعة؟ بين علماء الشيعة يوجد الآن أحد من يقول الله جسم مولانا؟ يوجد، ولكن في زمان الإمام الصادق كان موجود، هشام بن الحكم قال بالتجسيم مولانا. هسه الآن وجهت كلماته بعد ذلك، اطمئنوا هسه غدا هاي المقطع يقطعوا يقولون هشام بن الحكم من علماء اللي قال بالتجسيم، لا، كتبت رسائل لتوجيه كلمات هشام بن الحكم مولانا. سؤال: هل يوجد في زماننا الآن من كبار علماء الإمامية من ينكر عصمة الأئمة؟ يوجد أو لا يوجد؟ أصلا حتى لو يوجد أصلا يجرأ أن يقول أنه أنا أنكر عصمة الأئمة؟ ولكن انظروا أنتم في القرون الثلاثة الأولى، وآتيكم بالمصادر بعد ذلك أقرأ لكم العبارات. كان هناك جملة من أعلام الإمامية لا يعتقدون بعصمة ماذا؟ بعصمة، وكانوا من الشيعة مولانا.